بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. ماري جرجس بطل الروماني سريع الندهة، مفيش حد يقدر ياخد حاجة من كنيسة ماري جرجس. زي ما هنشوف مع بعض، الشيخ دخل كنيسة ماري جرجس وأخد منها حاجة بدون استئذان، وقابل أبونا وخد بعضه وروح. لكن اللي كان مستنيه في البيت أغرب من الخيال بسبب اللي أخده من الكنيسة بدون ما ياخد إذن من حد. إيه اللي حصل هنعرفوه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للمعجزة عشان توصل لغيرنا وياخد بركة. وكمان لو حابين تقولوا آراءكم في التعليقات، مستنية آراءكم، وتشاركوني في الخدمة ان انتوا تشيروا الفيديو دوت عشان المعجزة توصل للكل وياخد بركة، لان بدأت المشاهدات تقل في القناة، عدو الخير بيحارب. فعلى قد ما تقدروا شاركوا المعجزة في الجروبات، وكمان صلوا من أجل الخدمة. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نتمتع بمعجزة ربنا عملها بشفاعة البطل الروماني ماري جرجس. الحكاية في البداية، حضراتكم عارفين إنه في كنايس كتير أيام زمان بالأخص، يمكن الأيام دي مش كتير أوي الحكاية ديت، إنه الكنايس بيبقى ليها أراضي زراعية، فالكنيسة بتأجر الأرض الزراعية للمزارعين مقابل استئجار، يعني يستأجروا الأرض بمقابل مادي. فكل واحد الكنيسة أعلنت وقالت إنه الأرض الزراعية مفتوحة دلوقتي للإيجار، اللي حابب يأجر حتة أرض يجي ويتقابل معانا ونمضي عقد والكلام ده كله. فالناس كتير مسيحيين راحوا وأجروا حتة أرض زراعية، لكن كان من ضمنهم شيخ، والشيخ ده مسلم، فسمع وراح. طبعا كان في محبة زمان أكتر من كده يعني، والدنيا كانت ماشية حلو، ونتمنى ان هي ترجع تاني يعني. ففعلا الكنيسة وافقت وأجرت له من ضمن الناس، من ضمن ولادها يعني اللي أجروا. وكان مطلوب منهم ان كل شهر يسدوا الإيجار الشهري بتاع الأرض. والناس المزارعين كلهم كانوا بيروحوا فعلا في الميعاد ويتقابلوا مع الكاهن ويدفعوا له الإيجار بتاع الأرض. فشهر واثنين وثلاثة وعدت سنة، كان حتى الشيخ ده متعود انه عارف ابونا بيكون متواجد في الكنيسة امتى ويروح له حتى يخش الكنيسة من جوه. وكان ابونا صراحة بيرحب بيه وبيتقابل معاه كويس خالص، والراجل كان كويس، بيدفع الشهرية كل شهر عادي. ففي شهر من الشهور كده، احنا عارفين ان احنا عندنا في اي كنيسة من الكنايس بيبقى فيه صورة للست العذراء مريم، وتحت منها بنقيت شمع، وصورة لصاحب الكنيسة او شفيع الكنيسة. يعني لو كنيسة متسمية باسم ماري جرجس زي الكنيسة اللي بنحكي عنها، حاطين في الجنب الشمال ناحية الرجال صورة للشهيد العظيم ماري جرجس، وتحت منه الشمع. فالراجل وهو داخل لقى شمع كتير قدام صورة ماري جرجس، فقام مادت ايده واخد 3 شمعات، وقال في نفسه او ينفعوا ايده بيتدور بالليل وينوروا لنا البيت يعني. وخدهم وحطهم في جيب الجلابية، وخد بعضه ودخل في الكنيسة من جوه. حضرة القسيس قال له يا حضرة الشيخ اتفضل. قال له ده الإيجار الشهري بتاع الأرض. خد منه أبونا الفلوس وقال له ماشي وكده. والشيخ ده ما قالش خالص على الشمع اللي أخده من قدام صورة ماري جرجس، ولا ذكره ولا استأذن ولا أي حاجة، ومفكر ان الموضوع هيعدي كده يعني بسهولة. ما يعرفش ان ماري جرجس ده محامي قوي ومش هيسيب حقه، وهياخد ال3 شمعات يعني هياخدهم. وروح الشيخ وكأن لم يحدث اي شيء. اول حاجة عملها اما روح انه مسك ال3 شمعات وحطهم فوق الدولاب في طبق كده، وقال لما يجي الليل نبقى نقيد بيه النور يعني. وخلاص الموضوع اتنسى على كده. عدى يوم و2 و3،
الشيخ ده عنده حفيده كده عيل 6 7 سنين كده، بيلعب كده قدامه بالليل، فندى عليه جده وقال له تعالى يا واد. قال له نعم يا جد. قال له روح الدولاب اللي جوه في اوضتي، هتلاقي طبق فيه 3 شمعات، هات شمعة منه ننور بيها البيت. فقال له حاضر يا جدي. الولد دخل وطلع فوق الكرسي وبيمد ايده علشان ياخد شمعة من ال3 شمعات. الواد فضل يصرخ يصرخ صريخ هستيري يعني. فجده اضطرب جدا وقال له في ايه في ايه. قال له الحقني يا جدي الحقني. فدخل الشيخ يبص على الولد إيه اللي حصل وياه، لقى انه تعبان ماسك في ايد الواد ومش راضي يسيبها. فقال له هو انت عملت ايه؟ قال له والله ما عملت حاجة، انا جاي اخد شمعة من ال3 شمعات، الشمعة اتحولت لتعبان. قال له انت اتجننت؟ شمعة ايه اللي هتتحول لتعبان؟ انت عبيط. قال له طب حتى بص في الطبق اللي فوق الدولاب. فبيقول فعلا بصيت في الطبق، لقيت الطبق عبارة عن 3 تعابين مفهوش اي شمع. ساعتها الشيخ فهم انه صاحب الشمع مش راضي على اللي انا عملته، قاعد يأنب في نفسه ان دي تعتبر سرقة وانا سرقت الكنيسة لاني ما استأذنتش. فكل اللي جه في باله طبعا البيت كله اتلموا، والست امه عمالة تصرخ وايه اللي حصل. قال لهم انا عارف احل الموضوع ده ازاي، خدوا بالكم بس من الواد وانا رايح يعني احلها. هتروح فين؟ طب هتعمل ايه؟ قال لهم مالكمش دعوة، انا هتصرف، انا زي ما عملت غلط انا اصلح الغلط. وجرى الشيخ على الكنيسة وقال لهم ابونا فين؟ ابونا بتاعكم فين؟ قالوا له ابونا في البيت، احنا بالليل وما فيش لا عشية ولا اجتماع ولا حاجة. فقال لهم اروح له البيت. راح الشيخ خبط على بيت ابونا. ابونا ابونا. قال له خير في حاجة؟ قال له انا عملت حاجة غلط وصاحب المكان بتاعكم بيعاقبني. قال له ايه اللي حصل؟ الارض اللي خدتها حصل فيها حاجة؟ قال له لا هي ملهاش علاقة بالارض خالص. قال له امال ايه اللي حصل؟ فهمني. قال له انا عايزك بس تيجي معايا البيت بسرعة عشان في كارثة ومصيبة في البيت عندي. قال له طب فهمني ايه اللي حاصل. قال له انا لما جيت لك من كام يوم عشان اديك الشهرية بتاعة الارض، انا وانا داخل لقيت شمع مطفي ومحطوط قدام الصورة، انا خدت 3 شمعات منهم وخدتهم في البيت، ولما جيت النهاردة اقول للواد هات شمعة منهم، الشمعة اتحولت لتعبان وماسكة في ايد الواد. انت لازم تيجي دلوقتي وتصلي، انا عارف ان هو هيعمل لك كرامة وهيخلي الواد يطيب ما يجرلهوش حاجة ولا يموت من قرصة التعبان ده. ففعلا ابونا فهم انه اللي حصل ده ماري جرجس بيقرص ودانه عشان ما ياخدش حاجة تاني من الكنيسة بتاعته يعني. فقال له طيب انا هاجي معاك وربنا يدبرها من عنده. ابونا راح وخد معاه ابنه الكبير، واخد معاه شماس، وشاف المنظر بعينه انه اللي فعلا التعبان ماسك في ايد الواد مش راضي يسيبها، والطبق التاني فيه شمعتين، اللي كان فيه شمعتين برضو فيه تعبانين، ف3 تعابين. فابونا قال لهم اعملوا معايا تمجيد لماري جرجس على ابنه والشماس، وهو بقى يعني ايه يحلها من عنده. وفعلا بدأوا يعملوا تمجيد لماري جرجس. وبعد ما خلصوا التمجيد قال له خلاص يا ماري جرجس هو عرف غلطه ومش هيعمل كده تاني، سامحه وخلي التعبان ده يبعد عن حفيده، وهو ما عادش يهوب ناحية أي حاجة تبعك ياخدها بدون استئذان. صح يا شيخ؟ قال له صح يا مولانا، ما عدتش أمد إيدي على حاجة مش بتاعتي، بالذات لو بتاعت ماري جرجس بتاعكم. قال له طب خلاص يا ماري جرجس. وقعدوا يقولوا خنفران. وبعد ما خلص صلاة أبونا رشم الصليب على إيد الحفيد دوت 3 مرات، وقال له يا رب يسوع المسيح بشفاعة حبيبك ماري جرجس فك إيد الواد. في الحال تحول ال3 ثعابين ورجع لأصلهم تاني ل3 شموع قدام كل أهل البلد اللي كانوا موجودين، والبلد كلها اتقلبت، والموضوع اتعرف في البلد كلها انه ماري جرجس ده محامي ما ينفعش حد ياخد منه حاجة
بدون ما يستأذن. وكانت القصة دي عبرة لكل اللي موجودين في البلد. سلام الرب عليك يا ماري جرجس يا بطل يا روماني. اشفع فينا أمام فدينا، يغفر لنا خطايانا ويستجيب لطلباتنا ويفرح قلوبنا. لأي حد له أي طلبة يطلبها بإيمان من ربنا ويتشفع بالشهيد العظيم ماري جرجس، ربنا يفرح قلوبكم. لو ليكوا أي طلبة اكتبوها بإيمان في التعليقات، وقادر ربنا يستجيب لكل طلباتكم حسب إرادته ومشيئته الصالحة لكل واحد واحدة فينا. اذكرونا دايما في صلواتكم، واذكروا الخدمة، وربنا يبارك حياتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة.